اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست الجديد اللي احنا هنقول القصه عن الكريم فيه عن اسرار الشوطه واسرار الطريق واسرار الصنعه واسرار الصراط في كل مره شخصيه مختلفه، شخصيه تقيله في مكانها، شخصيه مختلفه خالص من الشخصيه اللي قبلها، مره نسيان، مره قطع غيار، مره الاستماع، مره ومره. بس المره دي انا جايب لكم ضيف كتير، ضيف ما بيظهرش كتير بس اسمي بيتكلم عنه. ضيف صيانة قطع غيار في الاستيراد، ضيف أسس طريق جديد من الاستيراد، ضيف تنزل التوفيقية تسأل عن اسمي كل الناس هتقول لك عنه، ضيف بيوصل قطع غياره لغير محافظات مصر. معانا أحمد الكابتن. حبيبي يا أحمد، حبيبي يا باشا، الله يكرمك. انت لو نورني. حبيبي يا باشا، نورك. لا ما شاء الله، شغل ممتاز يعني. حبيبي عارف عليك. انت ما بتظهرش ياما، اكيد طبعا. انا عارف وجاي عشان فكرة الظهور دي صعبة معايا جدا، بس اتمنى ان احنا نقدر نفيد الله ان شاء الله هنفيد الناس باذن الله. ممكن نعرفين مين بقى احمد كابتن؟ بص، هو عامة الكابتن باختصار احنا شركة استيراد وتصدير في الاساس، لنا اكتر من فرع، لنا 3 فروع، فرعين في التوفيقية في وسط البلد تحديدا، وفرع في الدقي ده اللي هو مختص بالصيانة والبيع التجاري والقطاعي. يعني احنا قبل الاسكوترات كنا اصلا في الاستيراد، شركة استيراد وتصدير أساسنا ده في الأساس إكسسوارات، موتوسيكل، عربيات، سكوترات، كل مجال السكوتر الإكسسوارات عامة يعني. ومن هنا بقى ابتدت. لا واحده واحده دخلنا ايش في الاسكوترات، واحده واحده بس. مش احنا عامة دخلنا في الاستيراد ولا في السكوترات؟ عشان في الاسكوترات يعني تستورد من زمان، تستورد بقى الاسكوترات ايه؟ دخلنا في مجال الاسكوترات بقى تحديدا يعني 2019 2020 بعد الكورونا على طول، يعني ثابت 20 كده. ده كاسيون، مش كقطع غيار ولا اكسسوارات سكوتر، يعني سكوتر كاسيون بعد الكورونا. انا اعتقد ان نعم، قطع غيار كانت واقفه استيرادها الايام دي، كانت فيها مشاكل، كانت واقفه وكان فيها مشاكل، واحنا عامه قبل المشاكل دي كنا شغالين يعني في المجال السكوترات والاكسسوارات عموما. بس من هنا بقى جت فكره الصيانه، يعني ممكن دي بقى اللي تبقى الموضوع يعني مختلف مع الناس شوية. انت بدأنا الصنع الأول ولا استيراد الأول؟ لا، هو كان استيراد الأول. كان طبعا استيراد بحكم اللي احنا شغالين اكسسوارات، وبعد كده لما ابتدينا ان احنا نتجه لقطع الغيار والميكانيكا عموما والكهرباء والكلام ده كله، فطبعا انت كنت حابب تعرف قطعة الغيار اللي انت بتجيبها دي مدى تأثيرها في السوق ازاي. فمن هنا ابتديت اللي انت لازم تجرب ولازم تعرف ولازم تختبر قطعة الغيار اللي موجود. فمن هنا طبعا ابتدى ان انت لازم يبقى عندك مركز صيانة. وللعلم هو مركز الصيانة بتاعنا الحمد لله بفضل الله مرخص نهاية التنمية الصناعية والصادرات وكل التراخيص اللي تحلم بيها اللي تحلمش بيها الحمد لله. وبعدين في مصر اللي كده نادرة. الموضوع صعب مش سهل، يعني قصة اللي انت هيبقى عندك مركز صيانة مرخص كمان دي بتبقى صعبة شوية. فطبعا بحكم بقى اللي انت ابتديت تدخل في الصيانة وتدخل تخش جوه الملعب بقى زيادة عن اللزوم، فابتدى فكرة ان انت لازم قطعة الغيار اللي انت بتستوردها او الميكانيكا اللي انت بتستوردها دي لازم تبقى حاجة ايكواليتي عامة، جودة لا يعلى عليها. ده باختصار كده ككابتن سريع يعني. طيب الكابتن برضو ما كانش ليه في الاسكوترات؟ بص، هو من الاساس احنا كاكسسوارات، وبعد كده دخلنا في المجال واحده واحده كاسيونة ما عملناش كاسيونة الاسكوترات. ازاي احمد كابتن دخل؟ ما هو بص، هي معادله صعبه اللي احنا كشركه استيراد وتصدير ويبقى لك مركز صيانه، فهي الناس اصلا محتاره في الامر، كمركز صيانه ولا شركه استيراد وتصدير، كمستورد ولا صيانه ولا انك تسيطر على ده وتدي اداء كويس. دي طبعا دي معادله صعبه يعني دي معادله صعبه ان احنا، بس الحمد لله يعني نوعا ما بنحاول ان احنا نحققها وبنقدم خدمه. بتقدم الصراحه والناس بتشكر فيك وحلو عشان يطلع اللهم صل على النبي. فدي حاجه تحقق فيها ان انت قادر في الاداره تسيطر على ده عشان تراضي الناس. ما كل ده في الاخر عشان الزبون يلاقي قطعه اللي هو عايزها، انت رايح جبتها له من الصين، في الاخر بيجي فني
هنا في مصر يركب لك قطعه الغيار اللي انت شاعر عليها من اول سوق من ناس المشوار ده كله وركبت. فاحنا او انا عايز اعرف الصراحه. بص احنا عامة ابتدى طبعا الموضوع زي ما انا قلت لك، احنا استوردنا، بعد كده ابتدينا نتجه للصياعة، بحكم اللي انت قطعة الغار دي لازم انت مش عارف هي حلوة وحشة، كواليتي عامل ازاي، بتظهر للناس في السوق بأنهي شكل، فطبعا لازم اللي انت تجرب. بنجرب مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده بنبعت نعمل الشغل. يعني مش بنجرب وبالفعل الشغل موجود، لا احنا بنجيب عينات من بره، بنجيب شغل من بره، بنجيب شحن DHL وبنجيب الشغل بنجربه، بنبتدي اللي احنا نتست عليه تمام، بنبعت اوردر خلاص الشغل تمام، نبتدي الشغل يجي. طبعا بتقابلنا برضو في اصناف فيها مشاكل، في منتجات بيبقى مثلا الوضع بتاعها مثلا مش ايكواليتي اللي هي ما تشرفش، بنبتدي اللي احنا نسحبها من السوق تاني ونبتدي نعالج الموضوع، وبنحسن طبعا من المنتج ومن اداء المنتج ونرجع نستورده تاني. دخلنا كمجال الصيانه طبعا في قصص كبيره في السوق، وفي مشاكل بتواجه العملاء، وفي مواضيع طبعا. ده سؤال انا يعرفوا، ده سؤال انا هجيلك فيه. ماشي. بس الرحله بتاعت الاستيراد، انت طلعت الصين اكيد، سيت على خط الانتاج اكيد، شفت قطعه الغيار وهي فوق وشفتها تحت في ايد فني عندك في المكتب، يبقى احساسك عامل ازاي؟ والناحيه ايه طيب يرجع يشكر فيها، بيبقى احساسك عامل ازاي اللي انت قدرت تخلق معادله؟ بيبقى طبعا شعور جميل جدا اللي انت نهايه الرحله ان تلاقي العميل خارج من عندك في المكان مبسوط، او بتلاقي اللي انت مثلا بتحل مشكله الناس كتير في السوق بتحاول طبعا اللي هي تحلها، اللي هي توفر قطعه غيار بسعر ممتاز وقطعه غيار محترمه الزبون يركبها بعد الاصل. يعني انت محتاج قطعه غيار، العميل مش محتاج غير ان معلش قطعه غيار يركبها وينساها، ولا اكتر ولا اقل، بسعر طبعا محترم. ده اللي بنحاول اللي احنا بنقدمه في السوق، انت فاهمني. طبعا في مشاكل بتقابل العميل، ومن امانه، من ضمير، من قطعه غيار، من صنعه، من اداره، من تسعير، كل الكلام ده انت فاهمني مشاكل بتقابل العملاء. بنحاول بتحط نفسك مكان العميل، بتحط نفسك مكان العميل اللي داخل لك. فطبعا احنا زباين برضه، يعني خارج على المجال بتاعنا، معلش انت برضه زبون، هيقابلك تخش برضه هتلف برضه بنفس السيكونس دي، نفس المشاكل اللي هتقابل العميل اللي داخل لك، نفس المشاكل اللي هتقابلك وانت رايح بتصلح عربيتك، بتعمل اي حاجه خاصه بيك، نفس الموضوع، نفس اللي انت بتتمنى بتلاقيه يتقدم لك، ده اللي انت بتحاول تقدمه للعميل، ولا اكتر ولا اقل. بحكم ان شركه الكابتن لا وليها اسم ورقم في السوق، ايه اصعب المشاكل اللي واجهتك؟ او اقول لك على حاجه حلوه اسالك بس عشان ما تعرفش تهرب مني. ماشي. السؤال اللي قال لك هخليك انا ابطل الشغلانه دي؟ لا، الموقف ابطل الشغلانه دي بعدين اكتر حاجه لما بتتعامل مع حد مش فاهم، لما تتعامل مثلا في عميل، في اي بني ادم، اذا كان من تاجر من عميل مش فاهم، اذا كان في ناس طبعا بحكم اللي هو شافوه في السوق، بحكم البهدله اللي اتبهدلها، بحكم اللي هو لف على مليون مكان محدش، فهو داخل هو اصلا هو مشحون، هو متضايق، هو انا داخل لا هو كله الناس عندها واحد. فتحاول تفهمه لا هو ما عندوش فكره اللي هو يفهم، يعني هو ما عندوش مبدأ اصلا اللي انا طب اسمع افهم في عقل، مفيش الاوبشن ده معاه، هو الاوبشن كله خلاص انا في هعمل مشكله، هتعمل مشكله. طب يعني انا واجبي ان انا احل اي مشكله، واحل حقيقي اراضي الناس كلها، ماشي. طب انت بقى اديني فرصه انا اراضيك، احل المشكله، افهم المشكله. لا هو في مشكله، يعني في مشكله يا عم، طب لا طب خلاص، طب ده مش هتعرف تفهمه، مش هتعرف تحل له مشكله، مش هتعرف تساعده، طب خلاص، طب ما توجعش دماغنا بقى.
بص ده مستحيل، مستحيل يعني ان انت ترضي الناس دي كلها، استحاله. بس ده اللي ممكن بيبقى لود وتعب عليك، اللي انت عايز ترضي الناس كلها. بكل واحد بتحاول تراضيه بطريقته، بتحاول اللي انت معلش تراضي الصغير قبل الكبير، كل الناس بتحاول اللي انت الحمد لله بفضل الله تراضيه. بس الموضوع صعب ولود، خلي بالك على نفسك قبل على شركتك ولا مكانك ولا الكيان اللي انت بتبنيه، ده طبعا بيبقى لود عليك. اللي انت يخش لك مثلا حد، يا جدع ده بيجي مثلا ناس، بشوف انا مثلا شكاوي انا بالمناسبه يعني في الصيانه، يعني بحاول اخلي العميل زي ما انا عايز، زي ما انا عايز اخش اي مكان مثلا بصلح فيه عربيتي، بصلح فيه اي حاجه شخصيه، ده مكان يليق بالعميل اللي داخل. طبعا هو داخل في مؤسسه كبيره، في مركز كبير، في توكيل، في يعني النهارده العميل بيخش لي، بنسجل الموتوسيكل، رقم شاسيه، رقم موتور، بصوره الرخصه، بالعداد ده الموتوسيكل ده ماشي قد ايه، نفس التوكيل ما بيعمل بالظبط، الحمد لله ماشيين على نفس النهج دوت. بعد ما بيخرج من المكان مباشره، خدمه ما بعد البيع بيبتدوا يتواصلوا مع العميل في اي حاجه مشكله، الكلام ده كله يطمن. معلش انت بيخش لك كام عميل في اليوم؟ الحمد لله يعني مش هتقدر اللي انت تكنترول على الموضوع كله. لو عميل واحد سقط منك دي الموضوع بيبقى صعب. عميل ممكن هو مخدش واجبه، مخدش المطلوب اللي هو ياخده. يعني حد معلش بيجي لك ناس من محافظات، يعني معلش انت في الدق بيجي لك ناس من محافظات، بيجي لك موتوسيكلات عطلانه على عربيات على الكلام ده كله. طب انا هرضي اللي موجود؟ طب استنى، في دور، في سيستم، في الكلام ده كله. لا انا دلوقتي، طب دلوقتي دي ما هو برضو البني ادم ليه طاقه يعني معلش التيم اللي شغال يعني يعلم ربنا، الحمد لله يعني الناس بتحاول ان انت تجيب ناس على اعلى مستوى، بتحاول ان انت تجيب التيم اذا كان من الاستقبال، من اول الاستقبال لحد الفني لحد الغسيل، كل الناس ده انت بتحاول ان انت تجيب تيم على اعلى مستوى بحيث اللي هو يبقى انرجي للشركه. فطبعا بتخلي مثلا في خدمه ما بعد البيع، بتبتدي اللي هي مثلا تتواصل مع العملاء اي مشكله، هنا انا ببتدي بقى ان انا اتدخل في سيكونس كده. لو في اي حاجه بتتبعت لي ببتدي ان انا اشوف المشكله، خط احمر من عندي فني بقى، من استقبال، من سعر، ما انت برضو اكيد مش هتشوف كل عميل اساسي. فبيجي لك طبعا بعض المشاكل، مشاكل غريبه. يعني في جالي عميل مثلا مشتكي ان فردة الكاوتش اتخرمت. طب قول لي ايه في الحاله دي انا نعمل ايه؟ هي فردة الكاوتش سنه واتخرمت ولحمت. طب فين المشكله عشان نبتدي نحلها؟ المشكله اللي هي اتخرمت. ف زي ما يعرف في هنا يعني ايه ايرور. طب ما معرضه، ما هي ماشيه على الارض. والمشكله اللي هو بيكلمك في بند ايه؟ الحمد لله انت بتستورده، داخل معمل صادرات وواردات، واخد منه عينه، واخد شهاده ايمار، كل الكلام ده. فمعليه انا مش كل عميل هيخش لازم اوري له الشهادات، مش لازم اوري له الجوده والمراجعه اللي تمت والفحص المسبق، الكلام ده كله. ما انت برضه بتستورد، الاستيراد ده مسؤوليه، انت بتلف بتعمل عمليه كبيره قوي لحد ما المنتج بيوصل هنا. فانت بتقول لي مشكله، بس مين حلها؟ المشاكل دي موجوده في كل حته. بص موجوده في كل حته، لا تبعد ما حلها ماشي، لا تبعد عنها، بس تبعد عنها بأنهي اسلوب؟ عارف بس عشان ما تيجي تلاقيني ولا يعني تبعد عنها بأنهي اسلوب؟ لازم تطلع برضو بأقل الخسائر منك من العميل. ما هو برضو في عميل ما بيبقاش فاهم، ما بيبقاش عنده الصوره واضحه، فانت واجبك اللي انت تفهمه. في عميل بيفهم وفي عميل ما بيفهمش. اكيد يعني طبعا مش قصدي اللي هو ما بيفهمش اللي انا بغلط في حد بعينه، بس قصدي في عميل مثلا الخبره في النقطه دي ما بتبقاش كفايه. انت قلت لي ماركو حلو، هجيلي سؤال جميل قوي. تمام. ازاي افرق ما بين قطع الغيار الاصليه وقطع الغيار اللي جايه نضيفه اللي من بره وقطع الغيار اللي معموله تحت السلم؟ بص هو السؤال ده بالنسبه لنا، ما انا بقول لك ده بالنسبه لنا كتجار كمستوردين، الكلام ده الموضوع سهل.
بس بالنسبه للعميل معلش، انت العميل لو وريته قطعه غيار ب 100 جنيه وقطعه غيار ب 10 جنيه، هو مش هيقدر يفرق. ما دي برضه دي مشكله. فهي ترجع للامانه وترجع للضمير. ما هو انا معاك، السوق مليان، انا معاك بالنقطه دي، السوق مليان، بس انت النهارده برضو كعميل لازم تدور انت داخل فيه. انت النهارده برضو كعميل لازم آه تتاكد مليون في الميه ان انت داخل برضو مكان موثوق منه، مكان يبقى برضو ليه سابقه اعمال، مكان في السوق من كام سنه، ليه برضو اساس اللي انت لو في اي مشكله اللي انت برضو ترجع له. بحكم ان انا النهارده طبعا في ناس في السوق، طبعا الناس كلها ناس محترمه وناس على راسنا، مش عايزين بس نزعل حد مننا. في ناس في السوق معلش ورش صغيره ما شاء الله عندهم خبره كافيه وما شاء الله، بس مظلومه في السوق ومظلومه في الصور الاعلامي ومظلومه على السمعه والكلام ده كله. كان بنرد على الحته اللي قبلها الاول وبعد كده نيجي نرد على الحته اللي قبلها. فطبعا انت كعميل بتيجي تلاقي مثلا المقارنه صعبه، يعني صعبه مش هتبان غير لما تركب. طب انا النهارده اركبها في مكان موثوق منه، بحيث لو لا قدر الله في اي مشكله اقدر ارجع له في اي حاجه. معلش في ناس بيحصل في مشاكل بالكلام بالعقل. ما انا مش طبيعي ان النهارده ولو نفترض نركب بطاريه ويجي بعد اسبوع اسبوعين شهر شهرين يحصل فيها مشكله، ده مش الطبيعي. البطاريه دي بتيجي ل6 شهور سنه على حسب برضو الاستخدام، سنتين انت بقى والجوده اللي انت جايبها والسعر اللي انت برضو جايبه والكلام ده كله، بترجع برضو لثقه العميل في المكان وطبعا وفي المنتج. في براندات طبعا الحمد لله محترمه في السوق، العميل بيقدر اللي هو بياخد المنتج في اي مشكله، عارف اللي هو لو دخل لاي موزع معتمد للبراند بيقدر اللي هو يحل مشكلته بكل سهوله. والله انا عندي 1 2 3 بحل مشكلتي وانا قاعد بشرب مشروبي، مشكلتي بتتحل، سلام عليكم وعليكم السلام. في حاجات تانية فرد الكاوتش تقول لي سنه باظت. طب في حاجات بتبقى مثلا عيب صناعه، بتيجي مثلا في مشكله في المنتج بالعقل فعلا في مشكله لازم ده يتغير. يعني الموضوع مش صعب لو انت واخد الموضوع كده بالهداوه، بتتعامل في مكان موثوق منه، بتتعامل مع ناس محترمه ناس عندها ضمير، عارف انت داخل فين، سائل مطمن من ناحيه المكان. بعد كده معلش انا اسف، العميل مثلا النهارده بيجي لي انا عايز مثلا والله افترض اغير فيه الفرامل، طبعا الشباب عارفين هم هيغيروا براند في 3 سبعات شغلنا بيتغير مفيش فيه اي مشكله. هو ما بيسالش، يعني هو الحمد لله بفضل الله العميل وصل لمرحله اللي هو ما بيسالش انت بتحط ليه، اللي هو عارف لو لا قدر الله في الامور هو عارف ان هيرجع للمكان حقه كامل متكامل هياخده، ولو في انت فاهمني. في طبعا مش شرط اللي هو يقول لك انت هتركب لي ايه، طب اصلي طب كوبي، الكلام ده كان الاول في البدايات. في البدايات العميل كان بيخش يقول لك انا عايز قطعه غير اصلي. ليه؟ اللي هو ما عندوش ثقه في المكان، هو ما يعرفش مين الكابتن، ما يعرفش مثلا الاداره مين اللي وراه، ما يعرفش مين اللي ماسك المكان، ما يعرفش الدنيا فيها ايه. فهو طبيعي هيكون داخل متخوف. النهارده العميل مثلا يخش يقول لك مثلا انا عايز اغير طقم كلاتشي، عيب، تخش اللي لازم بيتعمل، بيخرج حسابه، بيحاسب، بياخد خدمته كامله متكامله وبيتوكل على الله. ما بيسالش، بس ما بيسالش اللي هو خلاص من ثقه هو واخدها في المكان. الكلام ده انا بعذر فيه طبعا اي زبون جديد بيجي المكان بيخش عند اي حد طبعا بيحب بيسال عن الجوده وبيسال على السعر وبيسال هنا وبيسال هنا لحد ما بيطمن وبيبتدي يشتري. ده الصح، اسال واطمن واعرف ايه اللي بيركب لك واعرف الفرق ما بين دون وما بين دون. في ناس معلش في ناس طبعا كتير محترمه في السوق عندها ايه كواليتي بي كواليتي، وبيبتدي اللي هو يقول لك والله في بجنيه في ب2 جنيه وانت اختار. الموضوع مش صعب. بالنسبه للعميل صعب اللي هو هيحدد ما بين الكواليتي ده والكواليتي ده. النهارده انا اقول لك اهو، مع ان دي حاجه ممكن اللي هي تدلني في الموضوع، بس لا دي امانه ودي ضمير. انا النهارده مثلا لو بستورد، يعني انا مثلا لو بستورد قطعه الغيار انا قادر ان انا هجيب نفس الشكل نفس كل حاجه بي كواليتي مش سي كواليتي عادي جدا، نفس الشكل الزبون يشوف ما شاء الله الله ينور. هي فهي
مش بالنسبه للعميل مش هيقدر غير لما يجرب، بس هيرجع لي مرتجع ياما. فانا ما هو انا ببص لنفسي الاول قبل ليك كعميل. انا معاك، بس انت النهارده لو عندك مبدا ان هيرجع لك مرتجع، والمرتجع ده انت هتتقبله من الاول، انت مش هتشتغل فيه اكيد يعني. انا لو في نيتي صح. ان انا هجيب قطعه غيار هيرجع لي منها مرتجع، مش هجيبها. مش عايز. ليه؟ ما انت هتجيلي كلام بالعقل، 1+1=2. والله انا لسه مركب ولو نفترض مثلا طقم كلاتشات من اسبوع، حصل فيه مشكله وصول يا باشا، لا فالجوده دي ليا قبل ما تبقى ليك. ليا يا باشا، للمكان قبل ما تبقى للعميل. بالظبط. ده المكان المحترم اللي باقي على سمعته. يعني النهارده السمعه دي مش بفلوس، السمعه دي حاجه لا تقدر بثمن. ان انت النهارده يجي لك عملاء من محافظات كصيانه عشان تيجي تصين عندك في المركز، يخش السكوتر بتاعه بيسيبه وبيمشي. الكلام ده طبعا في البدايات ما كانش موجود، بس الحمد لله النهارده قدرنا ان احنا نوصل للنقطه دي مع العميل. العميل بيجي السلام عليكم وعليكم السلام، اتفضل، انا ماشي اللازم يتعب. شيل السكوترات ايام كورونا انت بدات فيك صيانه صح؟ لا بعد كورونا بدات صيانه. بعد كورونا. قبل كورونا بيع. ايه رايك في السوق ايام بعد كورونا اول ما بدات؟ بص طبعا انا مش هقدر ان انا كنت احكم على السوق وانا لسه في البدايات. يعني في بدايه الصيانه انت النهارده لسه بتبني براند، لسه النهارده اللي انت بتبني كيان، لسه النهارده اللي انت بتبني عميل. بس تقدر تقارنه ما بين دلوقتي؟ لا طبعا، ده احنا دلوقتي فضل ونعمه، طبعا فضل ونعمه كبيره. الواحد بص طبعا السوشيال ميديا ليها عامل، بس النهارده اشتغل سوشيال ميديا وما عندكش ستوف حلو، ما عندكش اداره حلوه، ما عندكش قطع غيار حلو، خلاص كل اللي انت بتعمله على الارض. النهارده انا اول لما فتحت كنت بقول بس ربنا يرزقني. بعد السوشيال ميديا عامل مساعد. عامل مساعد، ده طبعا عامل مساعد، مش هتغرق. طبعا النهارده معلش، انت العميل اللي دخل عندك وخرج مرضي بمليون سوشيال ميديا، اللي هو خارج صاحبه اخوه صديقه ايا كان، كل الكلام دي دعايه جاهزه. طب انا ساعات احس ان المستهلك تايه، ليه حق مش عارف ياخده، او ليه حق ومش عارف هو ليه حق ولا مالوش حق. بمعنى هو حاسس ان هو عنده مشكله، ممكن ما يبقاش عنده مشكله، ويطلع جاي هنا مغرد في ده وغرد في ده. بص هو سؤال حلو، تمام. عارف انا بسأله لك ليه؟ طيب تمام. عشان انت لما بيحصل مشاكل مع انك ما بتظهرش ياما، بس ساعة المشاكل اول واحد تلم كل الحبايب وتصالحهم على بعض. مش اصلا مشاكل. انا بقول لك كده ساعتك السؤال ده الصراحه يعني ألف رز ده ما بيظهرش، بس انا مش هزعل عليك، كلها اخواتي كلها حبايبي مجمعنا دايما صراحه يعني. بص عامة هو هنا العميل معاه مشكلة، أول حاجة يبتدي اللي هو ياخدها، يرجع معلش المكان اللي هو حصل معاه المشكلة. والله أنا حصل معايا 1 2، بس أهم حاجة يبقى معاك حق، مش عايز يبقى أنا معاك في المكان، ما انا لو رايح مش واثق مش عارف. بص لا أنا النهارده ماليش دعوة المكان، أنا واثق شويه، الثقه اهم حاجه. النهارده دلوقتي حصلت مشكلة، احنا دلوقتي بنتكلم في خلاص المشكله حصلت، ما هو معلش النهارده داخل مكان وموثوق منه، خلاص هو عارف هيعمل ايه، هيرجع لصاحب المكان، هيرجع للاداره، هيرجع للتيم ليدر. والله الامر 1 2 3، الناس خلاص النهارده اللي خاف على الثقه وخاف على السمعه هيحل المشكله بكل بساطه. طب انا النهارده داخل معلش خلاص حصلت معايا مشكله، بالفعل المشكله حصلت مش لسه هتحصل. والله اول حاجه اللي انا هبتدي اللي انا اعملها اسال، اشوف مين المسؤول، مين صاحب المكان، مين الاداره، مين اللي انا هقدر اللي انا اتكلم معاه. والله يا جماعه انا معايا مشكله، الامر 1 2 3، وبس اهم حاجه يبقى ليك حق، مش عايز يبقى ليه حق بره حاجه. ما انا بقول يعني ليه حق، تاكد مليون في الميه المكان ده لو باع على نفسه وباع على سمعته مليون في الميه هتاخده وزياده، مش هتاخده بس هتاخده وزياده يعني. بص انت عامه اهم حاجه، انا حصلت معايا مشكله خلاص، هي اوريدي المشكله حصلت،
داخل مكان، ولو نفترض المكان اول مره، زبون للمكان، الكلام ده كله زبون للمكان، فانت خلاص عارف انت هتعمل ايه، داخل عارف المكان، مين الاداره فيه، مين التيم ليدر، مين صاحب المكان. ببتدي ان انا ارجع لصاحب المكان، والله انا عندي مشكله في 1 2 3. فطبعا اللي باقي على نفسه، واللي باقي على سمعته، واللي باقي على الكيان اللي هو تعب فيه من سنين، بكل بساطه طالما ليك حق هتاخد وزياده. بالظبط. يعني هتاخد حقك وزياده. مش الموضوع، هي الموضوع مش دعايه واسم وكيان كده موجود في السوق، لا خالص. انت النهارده بتدفع ثمن سمعتك، بتدفع ثمن اسمك اللي انت تعبت فيه وشقيته وبنيته وكبرته. ما كل دون لازم ان انت بتبقى عليه، ولازم ان انت بتحافظ عليه. طيب انت قلت لي سوق الاسكوترات في مصر اتطور بعد الثوره او بعد الكورونا، ودلوقتي اتطور ياما قوي. ايه اللي ناقصه عشان يبقى شبه بعض؟ لا بس اللي ناقصه ممكن زعل ناس كتير. انا عايز بس اللي ناقصه. هو اللي ناقص الضمير. عرفنا بقى. انت اللي ناقص الضمير. ما انت اللي طلعت، فانت اللي لازم تعرفنا. بص، هو عامة في ناس كويسة أوي في السوق، وفي ناس عايزة تعمل حاجة، وفي ناس بتعمل، وفي ناس شغالة بالفعل على هذا الأساس. السوق عامة هو لو كله تعامل بما يرضي الله، وكله تعامل بضمير، ولا هيجي مشاكل، ولا هتلاقي قطع غيار فيها مشكلة، ولا هتلاقي معلش النهارده زبون بيشتكي، ولا هتلاقي النهارده إن عميل طالع على النت عامل فيه مشكلة مثلا المعرض الفلاني، وعايا والله مشكلة هنا، وتلاقي ده داخل بيحل وده الموضوع ببساطة إن في ناس وارد في ضمير، في أمانة، في ثقة، في الكلام ده كله، بس العميل ما خدش الخطوات اللي هو المفروض اللي هو ياخدها. ده بالنسبة لو مشكلة العميل معاه، مشكلة معاه قطعة غيار فيها مش أحسن حاجة، الكلام ده كله. أول حاجة، لو أنت بتتكلم على التطوير ولا بتتكلم على المشاكل عامة اللي ظاهرة في السوق المصري بالشكل السوق اللي بره كتطور مش كمشاكل، عشان نواكبه التطور اللي حصل ده. بره هنا مهرجان هنا ومهرجان هنا ومهرجان هنا والصيانة، نظافة، تكنولوجيا. السوق عامة بيفتقد حاجة كبيرة أوي في المجال ده، الصنعة. إن في ناس معلش داخلة المجال هي مفيش أساس ليها كصنعة. طب ولو نفترض أنت بتسعى وبتشتغل وبتجتهد، مش على حساب العميل، يعني مش على حساب العميل، اسعى واجتهد وجرب وحاول، خلاص تمام، خلاص اخش بقى انتقل في مرحله اللي انا اقابل العميل، اشتغل في المسؤوليه والامانه اللي داخلالي، اللي هي دي مسؤوليه ودي امانه. لو اتخذت خطوه، والخطوه دي هي كبيره، اللي مثلا حد يتولى نقطه مدرسه فنيه، نقطه تدريب مهني، يجيب اصطف ويعلم ويدرب، هتفرق جامد قوي في السوق. بس النهارده انت بتجيب الفن يشتغل معاك 1 2 3 شكرا، اللي انت قعدت تبني معاه. فدي مشكله بتواجه التوكيل نفسه، يعني التوكيلات والمراكز الصيانه الكبيره، راح افتح يروح يفتح الله يرزقه. طب انت النهارده معلش بتجيب وبتعلم وبتربي، مش هيجيب المرتب اللي هو كان بياخده. محدش. بص، هو القصه مش بعد ايجار ميه ونور بس بعد، يعني هو النهارده هو بيبص انت داخل لك مثلا 20 سكوتر في اليوم، 30 سكوتر في اليوم، احنا ايه اللي داخل منه بعد كام سنه؟ وغير كده ولا كده انت بتدفع كام عشان ده يوصل؟ معلش مش قصدي بقى دعايه وتسويق، لا، من ضرايب، من كهرباء، من ميه، من عماله، من ايجارات، تمليك، كل الكلام ده عشان يوصل للعميل. يعني هو بيبص الموضوع من اخر الخط مش من اول الخط. في ناس كتير بتقع في الدروب ده، في ناس كتير تقول لك يا باشا خلاص انا تمام اتعلمت الصنعه. طب انت اتعلمت الصنعه ما اتعلمتش الاداره. هو مالوش دعوه بالاداره، مالوش دعوه هيقابل العميل ازاي، هيوصل للعميل ازاي، هو مالوش دعوه. انا النهارده انا خلاص انا اتعلمت الصنعه، بس هو ما وصلش لعيوب، ما وصلش مثلا للميكانيكا او الميكانيزم دي كلها ماشيه. هو شايف خلاص انا النهارده بعرف اغير زيت وفلتر وطعم كلاتشات وكبير، ما هو ده بالنسبه له، ده اللي بيشوفه.
انا النهارده الصنعه ان العميل يخش لي بعيب مالكش دعوه، العيب انت داخل لي بعيب الموتوسيكل ده والله الصبح بحاله بالليل بحال، يحكي بقى مشكلته تمام خلاص. انا بقى وظيفتي بقى النهارده كفني صيانه عشان صيانه في مراكز تانية احل بقى مشكله العميل داخل لي فيه يجي لك عيوب نص يحلم. انا سكوتر عندنا ولا اي حاجه ولا حاجه. عايز اقول لك يعني بيجي مثلا جالي في مره عميل بيشتكي الموتوسيكل ده كل ما اخد بيه مشوار طويل الموتوسيكل يقطع يعمل يسوي بعت هنا وهنا وهنا. الموتوسيكل ده انا خدته تحدي اللي فعلا كان فيه عيب، يعني مش هنقول خبيث ولا نقول عيب، معلش في ناس كتير لفت عليه، ولا تقول لي ترومبا ولا تقول لي بوابه ولا رشاش ولا. طب انت النهارده الحمد لله كصيانه شغال باحدث اجهزه، اذا كان كهرباء اذا كان ميكانيكا، كل الاجهزه الحمد لله شغال بيها، وفي الاخر ايه؟ الشاسيه مقطوع. عيب الموتوسيكل كويس، الشاسيه مقطوع. لف انت بقى مع الموتوسيكل عايز اقول لك حسابك جنيه والله عايز 5 جنيه اكيد. خلاص انت عملت له مشكله. النهارده العميل بيجي والله الموتوسيكل وصحى عليك وانا ماشي، وانا كمركز صيانه في بدايه حياتي محل قطع غيار، توقفت معايا في بدايه مشوار حقك اقول للناس انا كمحل قطع غيار في بدايه حياتي مركز صيانه اللي ممكن اروح اخبط على الراجل ده هيعمل لي محل من الف للياء، هيأسسه كله. كلم الناس وعرفهم بتأسس ازاي وممكن تعمل ايه. بص هو الموضوع كله باختصار طبعا بيرجع للشخص اللي هيفتح اللي هيتاجر. هل انت في اساسيات انا مش هقدر ازرعها فيه، يعني انا بتكلم كمركز فاتح صغير ما هو زمان عمره بس عايز يكبر. كلام جميل. ما كلمش انت النهارده ماشي، انت النهارده برضو انت عايز تظهر ازاي؟ يعني انت هتجيلي انا عايز اظهر مثلا انا عايز اعمل بوب، تعمل بوب هتفرش والله هي الموضوع. رحت محل التوفيقيه من اكسسوارات الشباب المصلى على النبي يوم معين حبيبي عايز ايه حبيبي هتقول ربنا تقول له قول يا حبيبي انت عايزه اذا كان اكسسوارات ميكانيكا كهرباء براندات كل الكلام ده الحمد لله بفضل الله هتلاقيه زي ما انت عايز هتظهر. الحمد لله هتلاقي حاجه هتشرفك وهتعجبك، والحمد لله بنحاول اللي احنا نساعد الناس على قد ما نقدر. معايا 50,000 جنيه بفتح لي محل سوى الله سوى الله 50,000 ما هو السباع ده اللي يعني لسه بص يعني مشكله لسه احنا كنا بنتكلم فيها من شويه. النهارده انت مثلا خلاص ربنا كرمك مثلا بقرشين اتعلمت صنعه، هروح ان انا اتاجر وافتح مركز صنعه اجيب معلوم سلندر امشي مع النهارده ولا كل ده الكلام ده على حساب العميل. انت النهارده معلش من كام سنه غير دلوقتي، النهارده عارف ان انت دور ايه اللي كنت بعمله في البدايه فيه، اما النهارده لا انت فهمت وعرفت النهارده لا اللي انا كنت بعمله في الاول تعبت وشقيت ووصلت وعافرت الحمد لله. انت فاهم النقطه اللي انا بتكلم فيها النهارده هو اللي داخل انا عايز افرش ماشي اسعى وحاول هتوصل. بس احلى وقت لاي حد يفتح فيه الوقت ده عشان المنافسه حلوه قوي. بس كل ما المنافسه حلوه كله بيطور في نفسه، فاللي داخل غصب عنه اللي هيركب الموجه اللي هيتزحم. ماشي المنافسه حلوه بس اللي فاهم ما النهارده معلش واحد يعني بيحاول يفهم بلاش نقول مش فاهم. انت النهارده انت رميته وسط البحر ورميته معلش وسط حيتان ورميته ما حدش يكبر فيهم بس انا قصدي محدش هيكبر. هو عشان يواكب التطور هيمر بمراحل ياما قوي بس عشان يبدا من الليفل العالي ده اكيد مش هيبدا من الليفل العالي. بس انا كل نقطتي ان ما يبداش على حساب العميل. صح. ابتدي ما تجربش بلاش تكلموا برضه في حاجه تانية. انا قلت لك عن دي بلاش محل قطع غيار اصلا مبني مركز صيانه صغير، فانا برضو عشان ما يبقاش تمام كلام جميل. النهارده في قطع غيار موجوده في السوق، قطع الغيار البروفيت بتاعها عالي، المكسب بتاعها عالي، العميل اللي داخل النهارده مش فاهم هو بيتغر. انت عطيتني تست دي 3 سبعات كلاتش من كام سنه
انا فاكر لما جالك عينه وكنت بتلف وكده، فاكر في العلبه دي قصه كده جميله. بص انا بص، فاكر الحمد لله النهارده كان تيست، كان جاي تيست. كنت شوف بفكر ده شوف النهارده الجلاشات دي وصلت فين. شوف عندي الحمد لله بفضل الله وصل فين. اذا كان من عمرو قول لي ليه الكلام ولا ده كلاشات. لا عشان اي طبيعي بديهي، عشان دي اكتر مشكله في السوق. وعشان كل الناس شكرت في المنطقه الحمد لله وقالت اللي نازل دي فضل ونعمه من عند ربنا. لو المره الاخيره كان حلو، فانتم المره دي عليتوا كواليتي اكتر. الشغل ده ما هو النهارده انت بتشتغل بيه. انا بتقابلني مشاكل في مركز الصيانه، العميل بيطلع على اول الشارع جايبه ليه يرجع، انا مش جايبه للعميل. فيعني انا جايبه ليا فعلا لسمعتي قبل ما اجي مركز الزيار لنفسك مش للعميل ترجع. بس انت مش عايز مشكله تجيلك لنفسك. انت النهارده معلش قبل المشكله انا لسه مركب الات جار، العميل يطلع يا دوبك ما كمل، مش هقول لك يوم صح ساعات، والموتوسيكل في نفس المشكله. تجرب او فعلا نفس المشكله. النضيف لو مش عندك بتعمل ايه؟ والله بتشيل، والله شايف فلوس حضرتك اهي، واحنا متاسفين عن الوقت اللي انت ضيعته. انا فاهم انت حققت المعادله بحاجه واحده، انك تجيب قطعه غيار لنفسك اولا طبعا للعميل. طبعا هترتاح، والعميل هيرتاح، والسوق هيرتاح، كله هيرتاح في نظير اللي انت موفر قطعه غيار نظيفه. اللي انت الكلام ده انت لمسته، الكلام ده انت اشتغلت يعني، وقفت وشفت الدنيا دي، وشفت المشاكل اللي بتيجي من ورا قطعه الغيار، وشفت معلش نظره العميل اللي خارج مش مرضي صح، واللي خارج مرضي. ما انت عدى عليك ده وعدى عليك ده. اللي خارج مش مرضي خارج عن سيطرتك، خارج عن ارادتك، وهو بيبقى عنده علم بس هيعمل ايه؟ ما خلاص ما فيش في الوقت الحالي قطعه غيار هنقدر اللي احنا نوفرها نضيف الا في وجود الاصل. طب انا ما فيش امكانيه ان انا اجيب الاصل، يبقى هنستنى حاجه تحت الاصل يبقى اعلى كواليتي يشبه طبعا. وعمر افتراضي طويل، عمر افتراضي، كواليتي محترم، جوده لا يعلى عليها. الكلام ده بنجيبه زي ما قلت لك في الاول، بنجيبه وبنجربه وبنشحنه وبناخد لفه كبيره قوي لحد ما انت النهارده بتقول للعميل بكل ثقه لا مشكلتك انا هحلها، ما تشغلش بالك، مشكلتك هتتحل. انا مستني اشوف الكواليتي السنه الجايه، هيبقى احسن واحسن. ما انا مستني كده هيبقى احسن واحسن باذن الله. السيزون الجاي وهتلاقي منتجات، وهتلاقي معايا على الكرسي ده ونتكلموا على الكواليتي يكون جايبه معاك كواليتي اعلى حاجات بقى تعديلات بقى ان شاء الله، وشغل ان شاء الله تعديلات وينين بالسوق. دي تعديلات انا تعمل الشغل الجاي دي تعديلات شغل باذن الله هيشرف وهيليق باسم الكابتن، مثال عليها سبعات، هيليق بالبراند، بالعميل اللي جاي ان شاء الله يريح دماغه. العميل اللي جاي بيدور على قطعه الغيار النظيفه اللي الواحد تعب فيها لحد ما يوصل للكواليتي دون وللاسم ده اللي هو داخل. انا محتاج اريح دماغي، انا تعبت من اللف، تعبت من الدفع. الغالي رخيص، بس العميل ما بيفهمش الكلام ده غير لما يتدرس، غير لما اللي هو انا جربت. لا بص انا ادفع بس مشكلتي تتحل. ترجعوا ده مراكز، طلع ارجع لي ساعة مشكلة، ارجع لي ساعة حاجة. اللي انت بتتكلم فيه ده هيطور السوق. يعني الفكرة انا بقول لك ايه يطور السوق؟ هيطور الشباب اللي طالعه طبعا بطريقة تانية، لان انت مش ميكانيكي، انت المرة دي فكر تاني. بص انت الموضوع ده هيساعد شباب، هيساعد معلش في ناس كبيرة النهاردة عايزة تتعلم، وهو يقول لك انا عايز اتعلم تمام، بس هو ما عندوش القابليه، او برضه بمعنى اصح عشان ما يجيبش اللوم والحمل برضه على الفني او الراجل المحترم اللي عايز يتعلم. النهارده ما فيش مركز صيانه، ما فيش معلش مثلا فني فاضي ان انا اعلم حد. يعني انا النهارده ما فيش حاجه موجوده في السوق بالاوبشن اللي احنا بنتكلم فيه، ان انا اجيب النهارده العمال، اجيب النهارده معلش خريجين مثلا المعاهد الفنيه والمدارس الفنيه، اللي انا اعلمه بصنعه، اللي انا اديله خبره، ان هو النهارده يبتدي اللي هو يخش المجال تحت مثلا ايه خبراء، تحت فنيين ومهندسين عنده علم ان المشكله بديته زد، عنده علم بالمسمار الصغير اذا كان في السكوتر، في الموتور، في كل حاجه في الموتوسيكل يبقى عنده خبره فيه. التجربه دي او الفكر ده اللي انت تنقله
للفني او الطالب خريج النار، هيطور المجال، هيطور الكلام ده كله. غير النهارده الفني طالع، او معلش الطفل طالع النهارده بيترمي في المركز او في الورشه بيتعلم وصنع. ده السوق هو كله معتمد على كده، الا من رحم ربي. طبعا في مهندسين خطوه حلوه، بس كل ده هيفرق وهيساعد وهيطور من مراكز الصيانه. انا النهارده معلش اديني النهارده 10 فنيين، اديني 15، اديني 5. بس يا ترى فنانين هتقعد بعد ما تتعلم؟ ما هي برضه اتكلم برضه في ولاء. بص دي صعبه وتمسك، ومعادله صعبه. بص هي معادله صعبه ومحتاجه حد يفضلها، ده بما يرضي الله. يعني شركه تأسس كيان من الاول يبقى مخصص للموضوع ده. ترجع مع مين؟ مع الفنانين بتوع الصعيد. ناس تعمل هناك بتاع 200 نفر بامانه والله، زي ما بقول لك كده. بص عايزين طبعا بص كل اللي محتاجينه شهر يتعلموا بس صيغه وسيستم حياه المدينه اللي هي تعمل صح وتعامل هنا ازاي. بص بيجي لي وبنحاول نساعد وبنحاول ان احنا نقدم المعلومه ونقدم خبره، بس هو ما بيكونش، انت مش مؤهل اللي انت توفر له الراحه الكافيه. يعني هو برضه مغترب، يا اما جاي شغل، اكيد هتبتدي اللي انت تتكفل تكلفه حاسبه عاليه او كل الكلام ده، بس شغل غير اللي هو النهارده جاي يتعلم. ما انا جاي اتعلم، لا انا ما عنديش القدره اللي انا معلش اجيب سكن، ما عنديش. طب ما انا مش هعلم كمان على حسابي. انت فاهم النقطه في النهارده لو شركه اتاسست بالسياق دون او على المبدا ده، اللي انا اجيب معلش العمال اللي عايز يتعلم، خريجين المعاهد الفنيه، خريجين معلش المدارس الفنيه، اللي عنده القدره اللي هو يتعلم، وابتدي اللي انا اعلم واطلع جيل فاهم، جيل عنده خبره في مجال السكوتر. طبعا هيساعد في تطوير مجال السكوتر بشكل عام في السوق كله. معلش النهارده مش هتقابل بقى حد يجرب في عميل، مش هتلاقي النهارده عميل بيشتكي، مش هتلاقي النهارده حتى مركز الصيانه لو في مشكله هيرجعوا للشركه، ما بقوا عارفين في هيرجع. بص ما هو براه النهارده في معلش النهارده ناس بتشتغل في المكان هو ما بيعرفش يفك فيبر، هو بفك فايبر بكسره اكيد. بس انت النهارده لما الاقي حد قدامي فاهم ومتعلم واخد خبره، عارف هو شغال ازاي، لو غلط لا اكيد برضه مش هقف على الوعد، كل غلط ليه حل. بس لما اجيب واحد من الاساس خالص هو مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي، لا انت بتجرب فيا. فالنهارده العميل من هنا يبتدي اللي هو يتضايق. النهارده خلي بالك في عملاء لا ما عنديش مشكله ان انا اهرب، بس عندي مشكله ان انت بتتعلم فيا. يعني كلنا بنغلط، ايوه كله اكيد، مفيش حد ما بيغلطش، احنا بني ادمين. الناس دي برضو اكيد زي ما عندها حلو زي ما عندها وحش، بس الصح ان انا اتعامل مع الغلط باسلوب راقي، اللي انا اعرف اعالج الغلط ده ازاي. ربنا يعيك. هنقتنع على فكره الراجل ده اول مره حطه في الكاميرا اللهم صل على النبي. حبيبي استنى بعمل اللي يجي الحلقه، وهستناك الموسم الجاي معايا باذن الله. وعايز اقول لي انت متوقع ايه البرنامج؟ لا لسه ما حطيتش اسمه على فكره. يعني انا بص انا في الحلقه ما حطيتش اسمه. لا ان شاء الله على المجهود اللي حاصل واللبس اللي عاملينه ده مش ده طبعا ده الجمهور بقى اللي هيقول الكلام ده طبعا بتاع دوله عظيمه. الحمد لله يعني باذن الله ينجح ويكسر الدنيا باذن الله، تكون حلقه كويسه. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه مع السلامه.